ريمونتادا في اول ماتش في الموسم وثلاث نقط غاليين والحمد لله على المكسب. تقول لي يا عم وانت فرحان ليه يا عم؟ ده انت كنت خسران 2-0 وفرحان انت عامل ريمونتادا. اه يا عم فرحان يا عم، اه يا عم فرحان يا عم. 3 بونت في اول ماتش في الدوري فلازم افرح، لازم افرح. بعد كده هنعقب، بعد كده نتكلم على كل التفاصيل وكل بقى الكوارث اللي احنا شفناها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدا حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام الاول في الكومنتات، ولو مش مشترك في القناه اتفضل اشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفرجنا على الماتش، اول ما انت اتفرجت على الماتش ونزل قدامك التشكيل كلنا اتفاجئنا. انا بصيت على التشكيل كده قلت يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ انا نفسي افهم حاجه يعني. شارك معايا الرأي، يعني انا عايزك كده تشارك معايا الرأي. طاهر محمد طاهر، هو احنا كلنا الغلطانين وفي حاجه مش مفهومه المدربين هم اللي شايفينها؟ يعني مجلس اداره الاهلي على طول بيجدد لطاهر على طول، ولسه مجددين له لحد 29. المدرب اهو لسه ماسك الاهلي، طاهر اساسي معاه. هو في ايه؟ ما هو انا مش فاهم، هو إيه؟ هو العيب فينا كلنا؟ يعني العيب في الكل جمهور؟ انا مش فاهم المدربين شايفين ايه في طاهر احنا مش شايفينه. طيب طاهر النهارده عمل ايه؟ عمل ايه طاهر النهارده؟ ما عملش حاجه. كان بيحاول، كان بيقاوح، ما احنا كلنا بنحاول، كلنا بنحاول. احنا عايزين حد يفرق معانا. يعني الشحات، انا بالنسبه لي حرام الشحات يقعد لطاهر، حرام. حسين الشحات لا، لازم يلعب اساسي كمان. حسين الشحات من اعمده الفريق اللي جابت للاهلي بطولات مع كولر. انا مش فاهمها. نيجي بقى ايه، تعالى كده من ورا، تعالى نبدا من خط الدفاع. مش هقيم لك دلوقتي، هقيم لك قدام شويه. لما تشوف مصطفى شوبير اللي مستواه بقى مهزوز شويه، ان فكر في العروض والاحتراف وما جاتش معاه عقود كويسه فمش عارف اللاعب ماله. انا من وجهه نظري ان مصطفى شوبير يلعب ماتش والشناوي يلعب ماتش، دي من وجهه نظري. قلبين الدفاع الجزار وهادي رياض، بسم الله الله اكبر. ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده؟ ايه اللي احنا بنبدا بيه ده؟ الجزار وهادي رياض. نيجي طبعا محمد هاني، ونيجي الناحيه الثانيه كريم فؤاد. كريم فؤاد يعني راجع من اصابه ربنا يشفيه. من وجهه نظري يعني لاعب كريم الدبيس اهو باك شمال، وكريم فؤاد انزله بقى عشان ياخد حساسيه المباريات ويلعب معايا. كريم فؤاد، انت عندك توفيق محمد لسه جايبه من بتروجيت باك شمال، وده اللي المفروض يلعب اساسي. ده اللي المفروض بقى تركز عليه الايام اللي جايه ويشيل لك الجبهه الشمال دي المفروض. قلب نص الملعب كوكا، انا ما اعرفش في ايه. يعني كوكا في ميس باص النهارده يا جماعه، ايه كل الميس الباص دي؟ ايه كل المباصات الغلط دي؟ في حاجه غلط. يعني كابتن حسين عموته بتفرج، هو فين الاداء؟ هو فين الشراسه الهجوميه؟ هو فين الجمل اللي متفقين عليها؟ فين؟ بلح؟ فين الكلام ده؟ عشان كده ما كنتش عايز تعرض لنا المباريات الوديه، خايف ننتقدك في المباريات الوديه، فقلت لا انتقدوني في الدوري بقى احسن. هو فين؟ انا عايز اشوف البصمه بتاعتك. انا مش شايف حاجه جديده، انا مش شايف حاجه جديده. لو انتوا شايفين حاجه جديده ما تقولوا لي، يعني انا ردوا عليا في الكومنتات كده قولوا لي انتوا شايفين حاجه جديده. ما هو انا مش شايف حاجه جديده خالص. انا مش شايف، انا شايف الاهلي يعني اللي انا شايفه زيزو الموسم ده هيبقى نجم للاهلي. انا شايف زيزو مركز، زيزو مأدي، زيزو عايز يعمل حاجه وعايز يقول حاجه. انا شايف زيزو كده الصراحه. لكن تيجي لكوكا، ايه كوكا بيعمل ايه؟ ميس باز ومش عارف ايه، وعمل اسيست للجون الاولاني. لما تشوف الجون الاولاني الانبي اسيست من كوكا. ايه ده؟ مش معقول، مش معقول. بيتلعب بن شرقي مهاجم، يعني انت جايب منصف بقرار تلعب وينج، وجايب بن جديد عشان تقعده دكه واقطاي دكه. في ايه؟ ما تلاعب بن جديد وخليه بقى يشارك بقى. انت جايب واحد هداف الدوري المغربي، ما تلعبه اساسي وخلي اقطاي البديل بتاعه. بن شرقي بيلعب جناح، يعني بن شرقي شفناه جناح، حتى انت حاطه بوكس وحط مهاجم، هو بيطلع بره ال 18 بيستلم ومايل ناحيه كريم فؤاد. هو وينج اصلا. عمل مباراه هايله اشرف بن شرقي، واخد نجم المباراه طبعا، مان اوف ذا ماتش. كريم فؤاد يعني انا مش عايز اتكلم عليه، هو بيحاول. كريم فؤاد لاعب كويس ومجتهد وبيحاول. طاهر علامه استفهام عليه، علامه استفهام عليه. زيزو ومروان عطيه هم اللي كانوا انت شايفهم في نص الملعب، هم اللي كانوا بيأدوا، هم اللي كانوا بيوصلوا. منصف بقرار انا لسه مش شايفك، اناني.
في كذا كوره وفيها هجمات مرتده رحت بيها، لو غمست يمين او باظتها لا عايز تكمل، عايز تعمل حاجه. يعني يا ريت تركز، يا ريت تركز. شفنا الجون بتاع مروان عطيه، ايه القذيفه دي يا مروان؟ ايه ده؟ اجمل جون في الموسم خلاص. شكرا شكرا، ده هياخد البوشكاش بتاع الدوري المصري السنه دي، مفيش حد هيعديه. جون طلقه يا جماعه، جون لا الله اكبر عليك يا مروان، جون تحفه. قلنا خلاص بقى كده في ريمونتادا بقى ومش عارف ايه. اول ما انبي جابت الجون الاولاني وضربة الجزاء وضاعت، قلت خلاص الاهلي هيفوق، الاهلي خلاص بقى كشف عن انيابه، يلا حسين عبد موته بسم الله الله اكبر. لقيت لك انبي جابت الجون الثاني، ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اتصدمت. انت بجد الكلام ده؟ الكلام ده حقيقي؟ في يا جماعه انبي جابت الجون الاولاني وجات لها ضربة جزاء ضيعتها، فهي اللي تجيب كمان الجون الثاني؟ انتوا بتهزروا. لا 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 بتهزروا صح؟ انا قاعد في ذهول، هو ده ايه اللي بيحصل ده؟ طب يلا يا جماعه بقى نشد حيلنا شويه. اول ما مروان عطيه جاب الجون قلت يلا بقى الريمونتادا جايه، الاستحواذ معانا، كل حاجه معانا، الكرات الهجمات المرتده من الموسم اللي فات وهي خطر علينا، من الموسم اللي فات وهي خطر علينا. شد حيله الحمد لله الاهلي، وزيزو قلت لك عمل اداء كويس وحبل وعمل فينت وضيع ومش عارف ايه، وضربه جزاء الحمد لله، وقدر زيزو يسجل ضربه الجزاء الحمد لله الشوط الثاني و2-2، عشان يجي بقى بن جديده يعمل كعب اسيست عالمي لقفشه في البراس 90 وقفشه يحطها. لا يعني قفشه الصراحه مرزق، يعني قفشه ده مهما نقول لك مش عارف ايه بتاع، قفشه يا جماعه مرزق والكره بتحبه، وحبت اللي هي تقول لحسام موته لا قفشه هيبقى موجود معاك حتى احتياطي، هينزل يقلب لك الماتش، هينزل يعمل حاجه في الماتش. مالناش بقى نقول لك تحركاته كانت غلط، عنده ميس باص عنده، يا عم عنده اللي عنده. ده كفايه كوكا النهارده من جبهه الشمال على عدة رجله كذا كوره تجيله، يا عم عرضها، يا عم اعمل عرضيه، لا يرجعها لكريم فؤاد عشان كريم فؤاد يلعبها برجله اليمين من ناحيه الشمال. هو في ايه؟ هو في ايه يا عم؟ يا عم الكوره مش كده يا عم، يعني الكوره مش كده. لو جينا بقى نقيم لعيبه النادي الاهلي، تقييمي من وجهه نظري، تقييم لعيبه النادي الاهلي في مباراه الشرقيه انبي، في حراسه المرمى كان مصطفى شوبير 6/10، هادي رياض 5/10، الجزار 6/10، محمد هاني انا حاسس ان بعد ما جه من منتخب مصر لا حابب يبقى عايز يبقى يعمل حاجه، عايز يبقى يقول حاجه. صراحه محمد هاني عاجبني، محمد هاني 8/10، عمل مباراه برضه كويسه. كريم فؤاد 4/10، لسه كريم لسه. كوكا 0. شفت انت رمضان ابو العمال حموده 0، هو ده كوكا. مروان عطيه 8/10 وممكن تبقى 9/10، عمل مباراه يا جماعه، لا وقطع كذا كوره وعمل مباراه كويسه وكفايه الجون اللي جابه. زيزو 8/10 لان مخلي انا 9.5/10، مفيش حد جاب 10/10، 9.5 لحد تاني. طاهر 1/10. نيجي للجبهه الثانيه، منصف بقرار من وجهه نظري انا مش حاسه الصراحه يا جماعه لحد دلوقتي 4/10. بن شرقي 9.5/10، عمل مجهود جامد، يعني بذل مجهود، ما عملش حاجه، هو اتسبب في ضربه الجزاء بس عمل مجهود جامد الصراحه. بن شرقي يستاهل 9/10. اللي نزلوا الشوط الثاني طبعا، مين نزل الشوط الثاني معانا؟ حسين الشحات نزل. حسين الشحات برضو ما ظهرش اللي بالك يعني قوي، 4/10. قفشه 5/10 عشان الجون اللي انت جبته 5/10. كريم الدبيس يعني 4/10 او 3/10 كمان، لان ما شفتكش برضو عملت حاجه طفره في حاجه حصلت، ما شفتش حاجه من دي كده من دي حصلت. مين نزل معانا تاني؟ نزل معانا علي محمود خط النص، برضو هما كانوا قالوا ضجه عليه وخط نص هجوم ومش عارف ايه، بس برضو ما حسيتوش نزل ما عملش طفره. بالنسبه لي 3/10. دي تقييمه لعيبه النادي الاهلي من وجهه نظري. مستني ابدا في الكومنتات برضو انت ايه رايك في اداء النادي الاهلي، وتقييمك ايه للعيبه، وتقييمك ايه لكابتن حسين عبد موته. انا تقييم الكابتن حسين عبد موته في المباراه دي 3/10، في التغييرات، في التشكيل، في الاداء، في كل حاجه. دي من وجهه نظري. انا عايز اشوف النادي الاهلي، عايز اشوف ما يبقاش فيه ميس باص كتير،
الكرة تبقى من لمسة واحدة، الهجمات المرتدة تبقى أسرع من كده، نشوف جمل أحسن من كده، اختراقات من العمق، عرضيات من جبهتين، نشوف حاجة أحسن من كده نفسي أشوفها. أنا ما شفتش الكلام ده كله، مش هطول عليكم أكتر من كده. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.